السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الرقم جوج ديال لاشين ديالنا لغاتك. في هذا الفيديو غادي ندويو ولا غادي نديرو واحد الدرس جديد في اللغة الإنجليزية. هذا الدرس غادي يكون على Basic English Greetings and Everyday Phrases، يعني لي باس ديال كيفاش تلقي تحية للناس بلونجلي والكلمات اللي كيستعملوا بلونجلي يوميا مع الناس. دونك نبداو باسهل الكلمات المعروفين ديال الجريتينغز. فوالا قبل ما نبداو واحد الانتروداكسيون غادي نقرا عليكم بلونجلي ومن مورا غادي نترجم عليكم بالدارجه. ماشي مشكل الا ما فهمتوهاش، راه ديما غادي نكون معكم خطوه بخطوه غادي نترجم لكم. دونك hello everyone, welcome back to لغاتك. I'm Ashraf and today we will learn how to greet people in English and use some common everyday phrases. This lesson will help you start conversation in English confidently. Let's begin. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في القناه ديالنا لغاتك. سميتي اشرف واليوم غادي ندويو او غادي نتعلموا كيفاش نلقيو التحيه بالانجلي، كيفاش نستعملوهم في يوميا في الكلمات او الجمل ديالنا. هذا الدرس غادي يعاونك باش تبدا واحد الكونفرساسيون بلونجلي بواحد الثقه تامه. دونك يلا نبداو basic greetings. اول وحده كاينه hello. hello يعني هاي، سلام بصفه عاجيه. hello. كاينه الثانيه هاي، تاهي بحال hello. دوزو لواحده اخرى اللي هي good morning. good morning اللي كتعني صباح الخير. ندوزو للاخرى اللي هي good afternoon. good afternoon اللي هي مساء الخير، كتكون من مورا 12 ديال النهار كتقول good afternoon. و اخر وحده اللي كتقولها بالليل اللي هي good evening. good evening. good evening. دونك نعاودو، كاين hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. نعاودو hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. ندوزو بارت تانية اللي هي اشنو كتقول الا باغي تفرق مع داك الشخص اللي كنتي معاه او اللي كنسميهم farewells. نبداو باول وحده اللي هي goodbye. goodbye يعني بحال بالدارجه بسلامه او لا مع السلامه. ندوزو للثانيه اللي هي باي. بلاصت goodbye باي، غير هاد الاخر ديالها باي بسلامه. دوزو للثالثه اللي هي see you later. see you later يعني كتقولها لشي واحد اللي ناوي تشوفو من بعد، كتقول ليه تنتشوفو بحال هكا او لا اراك لاحقا. ندوزو الاخرى اللي هي have a good day. have a good day هادي شويه كتكون polite يعني باحترام، كتقولها لشي واحد اللي كبر منك ولا الا كنتي خدام في شي ريستورون ولا في شي باتيسري ولا شي حاجه كيشري عندك شي واحد قبل ما يخرج كتقول لي have a good day يعني دوز نهار زوين. واخر وحده اللي هي good night. good night يعني بحال قلتي تصبح على خير. good night. دونك نعاودو goodbye, bye, see you later, have a good day, good night. نعاودو goodbye, bye, see you later, have a good day, good night. هادو كنسميهم farewells. ندوزو لكيفاش تعبر على الغراتيتود ديالك ولا على الشكر ديالك لداك الشخص. مثلا شي واحد عاونك في شي حاجه ولا دار لك شي حاجه اللي زوينه، كيفاش تاكسبريسي، كيفاش تعبر على الامتنان ديالك لداك الشخص، واللي كنقول لهم بالانجلي expressing gratitude. نبداو باول وحده، كنبداو كاينه thank you مثلا اللي هي شكرا. thank you هي شكرا. ندوزو للاخرى كاينه thanks. بلاص ما تقول thank you كتقول thanks، هي حتى هي كتعني شكرا. ندوزو للاخرى اللي هي I appreciate it. I appreciate it كنقدر داكشي اللي درتي. I appreciate it يعني كنقدرو. ندوزو للاخرى اللي هي you're welcome. you're welcome يعني شي واحد درتي ليه شي حاجه ولا قضيتي ليه شي حاجه وقال لك thank you، دونك نتايا كتجاوبو بيور ويلكم يعني ما كتخليش، ما كتسكتش وما كتجاوبوش، كترد عليه بيور ويلكم. او لا
no problem. يعني الا قال لك مثلا thank you ولا thanks ولا appreciate it كتقول لي نتايا no problem. يعني هادو شنو كتقول لشي واحد الا عطاك او لا قال لك او لا قضى لك شي غرض او لا دار لك شي حاجه مزيانه، كتعبر على الامتنان ديالك. هذا الرد ديالك الى شي واحد قال لك شكرا. دونك اخر وحده هي my pleasure. my pleasure يعني مثلا بكل سرور. دونك نعاودو كاينه thank you, thanks, I appreciate it, you're welcome, no problem, my pleasure. وحاولوا تعاودوهم باش تعرفوا تنطقوهم. thank you, thanks, I appreciate it, you're welcome, no problem, my pleasure. نقولوا شي واحد مثلا قال لك thank you غادي تجاوبوا ب you're welcome ولا غادي تجاوبوا ب no problem ولا غادي تجاوبوا ب my pleasure. شي واحد قال لك thanks غادي تجاوبوا ب no problem, my pleasure او لا you're welcome. شي واحد قال لك I appreciate it تقول لي my pleasure، تقول لي no problem او لا تقول لي you're welcome. وندوزو لهاد البارت اللي هي كيفاش تعبر على الاسف ديالك لشي واحد. يعني مثلا شي واحد غلطتي في حقه او لا درتي شي حاجه ما قصدتيهاش وبغيتي تعبر على الاسف ديالك، او اللي كنقولوا ليها apologies excuses. بداو باول وحده اللي معروفه اللي هي I am sorry، انا اسف. هنايا فاش كتكون بحال هكا كنقراو I'm sorry او لا I am sorry، مي الا كدوي بالونجلي من الاحسن تقول I'm sorry باش ما تطولهاش. ندوزو الاخرى هادي كنقولوا excuse me. يعني هنايا I'm sorry الا باغي تطلب السماح من شي حاجه، excuse me الا باغي تطلب من شي واحد مثلا يقضي لك شي حاجه وبغيتي تقولها ليه بلاش ما تقولهاش ليه بشي طريقه خاطئه. يعني كتقولي excuse me يعني اسمح لي، استاذنك بالعربيه. وكاينه pardon me تا هي استاذنك بالعربيه. وكاينه I apologize بحال I'm sorry اللي هي انا اسف. هي هادي كتكون more professional يعني بروفيسيونيل، شي حاجه اللي بروفيسيونيل. هادي شي حاجه اللي كتقولها عادي لاي واحد. دونك نعاودو كاين I'm sorry, excuse me, pardon me, I apologize. نعاودو I'm sorry ماشي I am sorry، I'm sorry, excuse me, pardon me, I apologize. وندوزو الاخر بارت اللي هي asking for help. يعني باغي تطلب المساعده ديال شي واحد. كاينه اول وحده هي can you help me please، يعني واخا تعاوني عافاك، هل يمكنك مساعدتي من فضلك. وحده اخرى اللي هي could I ask for your assistant، هل يمكنني ان اطلب مساعدتك. could I ask for your assistance. I need some help احتاج الى المساعده. دونك نعاودوهم can you help me please، can you help me please. could I ask for your assistance. I need some help. ونعاودهم تاني I need some help. could I ask for your assistance. can you help me please. هادو asking for help. مثلا كنتي في شي بلاصه ومجلي جليتي ولا شي حاجه وبغيتي توقف شي واحد وتسولو تقول لي can you help me please ولا could I ask for your assistance. او لا شي حاجه وحلتي فيها في الكلاس في القسم ولا في شي حاجه كتقول I need some help ولا كتقول داك اللي حداك can you help me please. وحنا دابا وصلنا للخر ديال الفيديو ديالنا. هذا هو الدرس ديال إلقاء التحية، كيفاش تطلب شي حاجة بطريقة محترمة، كيفاش تطلب السماحة وكيفاش تطلب المساعدة من الناس. هادو هما لي باز جوج الكلمات اللي تقدر تسمعهم كل نهار بلونجلي واللي تقدر تستعملهم في الحياة اليومية ديالك. دونك نقرا لكم هذا النص هذا اللي هنايا ونعاود لكم بالعربية. Fantastic work today learning these essential English phrases. Try to use them in your daily life to improve your English conversation skills. Don't forget to like, subscribe and share this video. Leave a comment if you have any question or need further practice. See you in our next lesson. نعاودها بالعربية. خدمة مزيانة هادشي اللي درتو، انكم تعلمتوا الكلمات الاولين ديال لونجلي.
حاول تستعملوهم في الحياة اليومية ديالك باش تحسن من الانجليزية ديالك ومن الحوار ديالك مع الناس. ما تنساش دير لايك، تابونا وتبارطاجي الفيديو مع الناس اللي بغيتهم يتعلموا لونجلي. خلي كومنت او تعليق الى عندك اي سؤال او لا خصك معلومات اكثر او لا بغيتي شي فيديو خاص لاي حاجه بغيتيها. نشوفكم في الدرس الجاي. يلا تبارك الله عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.